السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. هعمل النهاردة بسكوت المكون الرئيسي فيه النشا، هش جدا وخفيف ورسمته ثابتة، إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. طبعا في وسط الأحداث اللي احنا فيها واللي احنا شايفينه لإخواتنا ومش قادرين نعمل أي حاجة، ففعلا الواحد بيعمل أي حاجة حتى في بيته هو بس عشان خاطر الولاد. خلينا نشوف الوصفة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندي هنا كوباية من الزبدة، عليها زيت، نص زبدة ونص زيت، وممكن بس زيت لوحده أو زبدة لوحدها أو سمنة وزيت، أي حاجة خليط يعني. وكوباية برضو نفس الكوباية اللي بنعاير بيها سكر، ممكن سكر حبيبات أو سكر بودرة. طبعا إذا بودرة هيوفر علينا إن احنا نشتغل بخلاط مثلا كهرباء أو حاجة. هقلب طبعا الكلام ده كله شوية مع بعض، حطيت طبعا رشة الملح. همزج المكونات دي وبالمضرب الكهرباء هحاول اسيح السكر، ادوبه مع الزبدة كويس وتاخد فوليوم كده كويس ويتغير لونها. طبعا كل كده نص دقيقة ولا حاجة بنزل الجوانب لغاية ما السكر كده يدوب، يعني بنسبة 90% كده بقى تمام. عندي بقى هنا بيضتين درجة حرارة المطبخ، برضو المفروض هنزل بيهم واحدة واحدة، بس الاتنين وقعوا مني كده على السريع. وطبعا الفانيليا همزجهم بقى مع بعض، يعني دقيقتين كده بالمضرب، وممكن بالمضرب اليدوي برضو تمام، بس اذا السكر حبيبات هياخد وقت شوية كده تمام. هنزل بقى الجوانب وهبدأ بالمكونات الجافة. عندي كوباية من الدقيق الأبيض العادي هنخلها كويس، وكوباية من النشا، نشا الذرة. انا مزجت الدقيق مع النشا لان بالنشا كاملا كده ما جربتها، ما عجبتنيش يعني قوي كده. عندي كوبايتين، وعندي هنا يعني حوالي كوباية الا ربع من الكاكاو الخام كده تمام. وطبعا البيكنج باودر هحط بس معلقة صغيرة كده ممسوحة، وهقلب المكونات دي مع بعض وهنزل بيهم على الخليط. وطبعا احنا عندنا نص كوباية من الدقيق، خلينا على جنب لغاية ما اشوف بس العجينة بتاعتي هتحتاج دقيق زيادة ولا لأ. كده تمام. لقيت العجينة عندي محتاجة نص كوباية كمان زيادة. ادي كده كوباية جت الا ربع، خدت منها نص كوباية وسبت الربع الباقي. هقلب بقى الكلام ده كله بايدي لغاية العجينة تلم بس معايا، عجينة البسكوت. طبعا احنا لو عايزينه كله بالفانيليا عادي، ممكن نعوض الكوباية الا ربع من الكاكاو الخام، نعوضه بكوباية الا ربع من النشا كده تمام. انا خلاص كده خدت النص الباقي بتاع كوباية الدقيق، خلاص بقت كده عندي تمام. وانا بشكل اهي بقت القوام بتاعها كده بالظبط. وانا بشكل طبعا فتحت الفرن على درجة حرارة 180، وهبدأ اشكل كرات كده زي ما احنا شايفين، اي تشكيل بقى انتوا عايزينه. تمام، كرات كده قد بعض. وهعملها بمكبس البسكوت، اي حاجة بقى عندكم عايزين تفردوها وتقطعوها باي قطعات عندكم تمام. كده بططت الدوائر كده بسيط، وهعمل بالمكبس. طبعا التشكيل ده بيرجع لكم انتوا، هي ما شاء الله بتبقى العجينة خفيفة في ايديكم، نقدر نشكلها بسهولة. هخلص طبعا الكمية كلها
الرسمة ثابتة وما شاء الله جميلة. انا كده فاتحة الفرن على درجة حرارة 180. هخلي البسكوت حوالي 20 دقيقة على الرف اللي في النص. انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، حطيتها حوالي 20 دقيقة. وتطلعوها كده تشوفوا اذا استوت، يعني على حسب كل واحد حسب الفرن بتاعه، بس هو يعني ممكن 20 دقيقة وبعد كده تبدأوا تطلعوه. يعني ما شاء الله طالع جميل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هقدمه. شكرا.